اسمع. رح خيرك بين اثنين. يلا. وانت هلا بدك تقولي انا بختار هذا عن هذا. يلا. عندك بدر صاحبنا بنوجه له تحيه. تحياتنا له، ما متفقين هيك ضلعي. وعندنا لاعب المنتخب العراقي يوسف الامين. لا كمان بنوجه له تحيه. نو، هذا السؤال محطوط، لازم انت بدك تختاري شخص من بيناتهم، الاثنين بيعزوا عليكي، تمام؟ وانا لازم تختاري حدا. يعني الامانه بصراحه هو لاعب جدا طبيعي، ومن الممكن يعني اشجع المنتخب العراقي. فاكيد بدر صديقي واخوي طبعا، فلذلك يعني اختار بدر. اخوكي؟ ايه. انا بعرف مرتبطين انتم. لا حياتي مو مرتبطين معكم. طب لا، بدك تخبريني، ما بدي اعرف. انا حسيت ما وغار مني وصار يقلدني بالفيديوهات. صحيح نسيت. طيب فهمينا شوي على هذا الموضوع. لا بالعكس والله العظيم، يعني ما بيناتنا شيء. شوف كل انسان، يعني انا ابدا ما انكر انه انا مثلا مو من هذول طبيعه العالم اللي يقولون لا والله وما ادري شنو من هذا الحكي. لا بالعكس، من الممكن انه كان يعني ما تفاهمنا، ما وصلنا انه لا انا ابطئ هو يطبق على مخي. كان في نيه يعني. من الممكن. ايوه، وبعدين ما مشي الحال، ولكن ضل صديق وغالي. شوف بصراحة يعني أكيد يظل صديق وغالي، من المستحيل يعني أطبي وأخ وعزيز، يعني أتمنى له كل الموفقية. تحياتنا يا بدر. وتحياتنا طبعا دا يتصلون علي يما سبحان الله تهديد هذا لو شنو. يعني تحياتنا له. يعني هذا سؤال يعني أنت هلا معقول اخترتي كويتي على ابن بلدك؟ هي هاي السوالف لا تقعد تدخل بيها بلدانك، كلاواتك بطلها. ابدا ما دخلها هاي مال، هاي سالفه البلدان وتوضعون بين الشعوب بطلوها. والله برافو. لانه ابد ما دخلها، كل شخص ومعسته ومواقفه يعني. وبالاساس انت ذكرت لي هاي، يمكن اكيد شايف فيديوهات بالاكسبلور انت. صحيح. حتى ذكرت اسمه ولا لا؟ بصراحه الامانه ما عندي شيء وياه. بس انت لا تقعد تحكي لي عن صداقه ومواقف. خلاص ما عم نمزح نحن، بس انا حبيت فانا حابه اوجه له كلام انه ربي يوفقك ويسعدك ونشوفك من نجاح النجاح وظل بخير. حبيت جدا يعني. خلص انتهى خالص، هذا اخر شيء بتقولي لي اياه. خل اقرا لكم شعر، شنو رايكم؟ الله، يلا نسمع شعر. بعت ناس لخاطرك حتى اشتريك، ايش كثر نصحون ابتعد وارجع عليك.